والله يسعد كل أوقاتكم حبايب قلبي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو لليوم. أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا كل واحد عم يشوفني. يا جماعة راح نسوي البامية. طالعت هدول اللي بالكيس، هدول اللي شوي يعني، هدول قطفة الحوش، والتانيين اشتريتهم. قلت خليني قبل ما أغسلهم أفضيهم بكيس واحد وأقمع راسن أو أشيل راسن، وبعدين رح فضي بالمصفاية وأغسلن، هيك أحسن. انتو كمان يا جماعة قبل ما تشيلوا الراس تبعها لا تغسلوها، قمعوا الراسة وبعدين ارجعوا اغسلوها. هون حطيت المصفاية بالأرض والكيس، وقلت خلوني أقعد هيك بالأرض وأسويها. يا جماعة هي الراس للمونة بتشيل بالطريقة ولما بتطبخوها يعني بتشيلوها بطريقة تانية. هلا هيك هون أنا عم فرجيكم إنه للمونة لازم هيك تشيلوا راسها، ولما تطبخوها هيك عادي تقصوا راسها عادي يعني، لأنه بالمونة ما لازم يطلع حبيباتها أو بذور اللي جواتها يطلع لبرا لما واحد يبسها يعني، بس بالطبخة مو مشكلة عادي يعني. هون حطيتهم بالأرض وقلت خليني أشيل راسهم كلياتها، وأنا قاعدة كنت عم بحكي معكم يا جماعة، بس صار ضجة كتير لهيك رجعت وسجلت الصوت على الفيديو. انتو خبروني بالتعليقات يا جماعة كيف بتطبخوها. هي أصولها بيقولوا لها بامية ديرية يا جماعة، بقى ما بعرف، انتو خبروني بالتعليقات. هي طلعت اسمها يعني طلع الاسم البامية انه بامية ديرية. اهل الدير مبدعين فيها كتير يعني، يعرفوا يطبخوها ونفسهم هيك طيب. هون الكاميرا ما كانت واضحة ابدا، بعتذر على هديك المقطع. هيك جبت الستاند محل التاني، الجهة التانية يعني، وقلت خليني فرجيكم. خبروني بالتعليقات يا جماعة انتو كيف بتطبخوها، اكتبوا لي اياها بالتفصيل. شي يوم رح جربها على طريقتكم انتو كمان. هون شلت راسهم كلياتهم، قمعت راسهم كلياتها وطالعت التوم. اكيد بلا توم البامية ما بيمشي الحال، ما بعرف، في عالم بيحطوا بصل، انا ضد البصل بالمرة بالبامية خاصة، يعني ما بيطيبها غير التوم بصراحة. هون لسه ما غسلتهم، قلت خليني قشر الثوم كمان وجهزها وحطها على جنب، وبعدين أبلش أغسلهم. وأكيد لازم تغسلوها بمي باردة يا جماعة، اوعى تحطوا فوق البامية مي سخنة، ما بيصير بمخط وبيطالع هاي المادة اللي فيها يعني. لا تحطوا مي سخنة أبدا فوقها، شقد ما فيكن اغسلوها بمي وملح، حطوا شوي ملح الليمون كمان، تركوها شي 5 دقايق وارجعوا اغسلوها كتير منيح هيك واقلوها يا جماعة. هلا رح تشوفوا طريقتي فيها كمان. البامية بس تقلوها شوي ما عاد تصير طالع هاي المادة اللي جواتها مثل ما بعرف، هيك منظرها عن جد بشع بالأكل، مو طيب. قشرنا التومات وخلصنا التومات كمان. هون أنا كل ما أعمل شي يا جماعة لازم أغسل إيدي، هاي العادة فيني ما بعرف، يعني إذا أحط ملح لازم أغسل إيدي، أحط شي لازم أغسل إيدي. انتو كمان مثلي يعني بالمطبخ إذا ما يكون في مي موجودة تحت إيدي مستحيل أعرف أطبخ، مستحيل. هون جبت هاي الجاط وفضيت البامية فيها وغسلت المصفاية حطيتها على جنب، وجبت ملح وملح الليمون وحطيت فوقها. أول شي غسلتهم هيك وبعدين حطيت فوقهم وتركتهم شوي منقوعين، وبعدين كمان رجعت غسلتهم. بس بينت الملح يا جماعة، أنا عم صور، بس ملح الليمون
حرارة التليفون ارتفعت والتليفون انطفى. هديك المقطع ومقطع ثاني كمان يمكن ما اتصور. هون غسلتهم أول زوم ورجعت فضيتهم، وكمان حطيت ملح وملح الليمون. كمان الكاميرا انطفت، بلكي عم تنتبهوا عم يتقدم بسرعة. هون غسلتهم كتير منيح 3-4 مرات هيك لبين ما تأكدت انه هاي المادة اللي فيها طلعت منها وما عاد موجودة. لهيك صفيتهم بالمصفاية وتركتهم شوي لنزلوا الميات تبعها، وبعدين هلا رح نبلش خطوة خطوة مع بعض. وهون يا جماعة إذا وصلتوا لهون ولسه ما اشتركتوا بالقناة، بتمنى تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد أنا عم نزله. وكمان في شغلة مهمة، لازم أوصل ل1000 مشترك بأسرع وقت يا جماعة، مشان ما يتضرر قناتي يعني. عرفتوا علي؟ هون جهزنا التومات وكان في لحمة شوي بالبراد، تقريبا ربع كيلو. طالعتهم وجهزتهم وقلت خلوني جهز البندورة. في عالم بيسووها بدبس بندورة، أنا عم بسويها بالبندورة، بس لازم أفرمها كتير ناعم. وطالعت الخلاط مشان سوي فيها، وقد ما فيني نعم البندورة. وعلى حظي راحت الكهرباء، رجعنا فرمنا على ايدنا. مو مشكلة يعني، أول شي أيام زمان لما كانوا يسووا هالأكل يمكن، أو لهلا لما حدا يسوي كمية كبيرة. وخاصة تحياتي لأهل الضياع، أهل الدير، في كتير عالم بعرفهم ما بيفرموا البندورة، كمان بيعصروها يا جماعة، بيطالعوا المي تبعها وبيعملوا فيها. هي على أصولها هيك لازم ينعمل. بس نحن إنه البندورة هون كلياتها مثل ما عم تشوفوا كلياتها تقريبا خضرة، يعني مستحيل يطلع كمية المي اللي بدنا إياها، لهيك عم نفرمها. هون جهزت الطنجرة وحطيت معلقة السمنة واستنيت السمنة لتذوب كمان، وبعدين نزلت فوقها اللحمة. قليت اللحمة شوي، قليتهم تقريبا نص استواء. وبعدين حطيت فلفل أسود وملح كمان، أهم شي الفلفل الأسود فيها يا جماعة، والكزبرة. هلا حطيت الملح والفلفل الأسود. وملاحظة يا جماعة كمان، يمكن في كتير ما بعرف يعرفوا، ويمكن في كتير ما بيعرفوا كمان، أكلة لما تسووها وفيها مرحلات. كيف مرحلات؟ يعني في عندي لحمة لازم أقليها، في عندي شغلة تانية لازم أقليها، في عندي خضرة لازم أقليها. حاولوا تبهروا أو تحطوا التوابل على كل شيء شوي شوي، لبين ما توصلوا لحد إنه خلاص الأكلة صارت ممتازة وزبطت، مو ناقصة أي شيء. لما مثلا بدي سوي لحمة، لازم تبل اللحمة، أحط التوابل مقياس اللحمة، ولما أحط البندورة كمان رح أرجع أحط التوابل. هيك بتطلع أكلة طيبة كتير، جربوها. إذا ما جربتوها هيك جربوها، عن جد كتير كتير طيبة يا جماعة. هون مثل ما شفتوا حطيت فلفل أسود وملح فوق اللحمة وقليتهم شوي، وبعدين نزلت البامية فوقها، وكمان حطيت التوابل فيها نفس التوابل، بس زدت الكزبرة اليابسة، وكمان رجعت حركتهم كتير منيح. يعني قليتهم تقريبا ربع استواء، ربع قلية مثل ما بيقولوا. وهون لاحظتوا ما لاحظتوا ما بعرف، حطيت الثوم مع اللحمة، وحطيت الثوم مع البامية واللحمة، واخر الثوم رح حطها مع البندور. يعني لما فضي البندورة رح اخر شي قبل ما تستوي بشوي رح فضي هديك الثوم فوقها كمان. انا هيك عم سوي الاكل يا جماعة، عن جد هيك جربوها كتير طيبة، ما رح تندموا ابدا. حاولوا تنكهوا كل شي لحالة لبين ما توصلوا لحد انه خلص الاكلة صارت ممتازة، مو ناقصة اي شي. عن جد بتعطي نفس طيب على الاكل،
وطعمة عن جد كتير طيبة. هون جهزتهم وطبقتهم وصارت جاهزة. هون عم تغلي. تعالوا خليني فرجيكم البامية يا جماعة، عن جد منظرها لحالها بتحكي. واكيد بلا البامية بلا بامية الرز ما بيمشي الحال، يعني لازم واحد يعمل الرز جنبها. يمكن انا حكيت غلط، ما بعرف، خبصت بالحكي يعني شوي. شوفوا لي على المنظر يا جماعة، عن جد شفتوا انه الخضار ضل فيها ما تغير لونه. هاي لانه ما غسلناها بمي سخنة يا جماعة، او ما نقعناها بمي سخنة. هون حطيت الطنجرة وحطيت السمنة كمان والزيت، خلطهم مع بعض، وحطيت الشعيرية وقليتهم كمان. ومثل ما قلت لكم الحرارة كانت عالية كتير، كل شوي التليفون كان عم ينطفي لأنه لساتني عم صور بالتليفون، ما جبت كاميرا. درجة الحرارة التليفون ما عم تتحمل يعني كتير، لهيك كانت تنطفي كل شوي. بس فرجتكم تفاصيل تقريبا كلياتها وشرحت فيها انه انا كيف سويتها وكيف عملتها وبالتفصيل تقريبا. يعني في كم مقطع انحذفوا، مو مشكلة. هون حطيت الماجي وحطيت المي. كل كاسة رز بدك كاستين، كل كاسة رز بده كاستين مي يا جماعة. ليش عم اتخربط ما بعرف ايش فيني، بس مستحيل ارجع وانا امسح الصوت وانزله من جديد، مستحيل يا جماعة، لانه بزور وصلت لهون. لا تواخذوني، وتعلمتوا علي اكيد، يعني صرتوا من اهل البيت يا جماعة عن جد. هون خلصنا الرز وغطيت الرز كمان، ولبين ما تغلي راح اوطي الغاز تحتها. وهون البامية كمان جبته على الغاز الثاني، وهنيك شوي وبتصير جاهزة البامية. شوفوا ما شاء الله على اللون. صارت جاهزة يا جماعة. وهون الرز كمان دقيقتين وبيكون جاهز. شوفوا لسه بده شوي صغيرة، يعني دقيقتين 3 يعني صارت جاهزة. والبامية كمان صارت جاهزة. وهون جهزت الصواني، جهزت هاي بشان الرز وهاي بشان البرقة البامية. وهون اجى على بالي اجيب منصف واحط خبز تحته، مثل ايام زمان لما كانوا يعملوه، او لما يكون في عزيمة كبيرة. واحد هيك يسوي فرودة بامية. اهلنا بالدير معروفين فيها كتير فرودة البامية عن جد. بقى أنا كمان حبيت هيك غير الديكور والمنظر كمان، وبصراحة نحن كمان بنحبها هيك كتير. هون فضيت الرز وفضيت البامية والمنسف، قلت خليني فضيها معكم. جهزت الرز والبامية، قلت خليني فضيها معكم. هون خلونا نقول بسم الله ونفضي أكلتنا، وانتو كمان عطوني رأيكم كيف بتطبخوها وكيف طريقتي، عجبكم ولا ما عجبكم. أنا هيك بسويها دائما بصراحة، وعن جد كتير طيبة. انتو كمان خبروني إذا في طريقة تانية انتو بتعملوها، خبروني بالتعليقات، اكتبوا انه هيك بنسوي. شي يوم رح جربها بالطريقة اللي انتو كتبتوا لي اياها. هون قلت خليني فضي شوي هنيك، يعني بلا خبز وبلا شي. وهون فضيته فوق الخبز. وهي في إلى طريقة تانية، يحطوا خبز ويحطوا رز ويحطوا بامية فوقه، هدي كمان عن جد كتير طيبة. بعتذر إذا شهيتكم يا جماعة.
وهون أكلتنا صارت جاهزة يا جماعة. إن شاء الله تكونوا حبيتوا واستمتعتوا استفدتوا حتى لو بشغلة بسيطة من الفيديو. بتمنى تطلعوا انتوا مبسوطين ومستمتعين بالفيديو. هون بيكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك فضلا وليس أمرا. بخاطركم باي.